انهاء سورة البقرة تفسيرا. وفي الدرسين السابقين تكلمنا حول الفهم لدين الله سبحانه وتعالى، لأنه قابلتنا أحكام وآداب، وتكلمنا عن الحكم الشرعي والفتوى وآداب تنفيذ الحكم الشرعي. وهناك خلاف في المعنى بين الثلاثة. الحكم الشرعي نقول لك هذا الأمر يقع تحت 5 أحكام: الواجب والحرام، بعض الأئمة يقولوا الفرض والحرام، والمستحب اللي هو المندوب، والمكروه، والمباح. الشيء أراد أسأله؟ اوكي، فاحنا عندنا الواجب الشرعي او الحكم الشرعي يقع تحت 5 أحكام: يا اما واجب، يا اما حرام، يا اما مستحب، يا اما مكروه، يا اما مباح. هذا اسمه الحكم الشرعي. لكن في حاجة اسمها الفتوى. الفتوى تختلف عن الحكم. مين يعرف يترجم يعني الأوضة تعمل للإخوة الثلاثة أو تكتب بما إنك موجود اليوم؟ طبعا الحكم الشرعي أنا هعيد الكلام ده على ما يلخصه الأخ ناصر. الحكم الشرعي يا إما حلال مباح يعني راحتك، يا إما فرض لابد أن تفعله لشت، يا إما حرام في الوجود، أو درجة مثل ممكن أقل، يا إما إنه يبقى محبوب يعني جزء في الدماغ تفضل يعني أفضل يعني، أو مكروه حسن بس، لكن مفيش ذنب، مفيش اشتراك لو انت عملته، او مباح كان اسمه خلقانه كده. لكن ده كلام الجمال، كلام عام. انا ما اقدرش ادي الفتوى، وانا طبعا بقول الكلام ده بالذات عشان الشباب اللي حاضرين معانا، ما اقدرش ادي الفتوى بناء على الاحكام ال5. الاحكام ال5 دي موجوده في اصول الفقه، لكن الفتوى تختلف من شخص لشخص، ومن حالة إلى حالة، ومن زمن لزمن. الفتوى تتحكم فيها الظروف والملابسات. بمعنى إن أنا ممكن يسألني زائد: ما حكم صلاة الظهر؟ ماذا تقول يا خالد؟ حكم صلاة الظهر. واحد يسألني ما حكم صلاة الظهر، يسألني عن الحكم الشرعي ولا عن فتوى؟ عن حكم شرعي. أرجو صلاة الظهر واجبة، ده علم أصول الفقه. لكن لما واحد يقول له فتوى
ما حكم صلاة الظهر؟ هو مسألة أنت رجل ولا امرأة؟ إذا رجل أقول له أنت جنب ولا طاهر؟ إذا جنب لا صلاة عليك إلا أن تتطهر. إذا طفل صغير ولا كبير؟ طفل صغير لم يبلغ ولا عاقل بالغ؟ عاقل ولا مجنون؟ في سفر ولا انت مقيم في هذه البلاد؟ انا لازم اعرف كل هذا، لانه لو واحد بيسألني انا مسافر ما حكم صلاة الظهر؟ اقول صلي ركعتين واجمع الظهر مع العصر. لو امرأة بتسألني تقول انا حائض ما حكم صلاة الظهر؟ هقول لها لا صلاة عليك، غير واجب، لأن هي امرأة حائض أو فتاة 40 يوم هقول لها لا صلاة عليك انت وفتاة بعد الولادة حق. واحد بيسألني عن الحج وقال له هل تملك مالا؟ يقول لي أنا ما عندي مال، أقول له لا حج علي غير فرض. واحد يقول الشيخ بيقول الحج غير فرض، أقول له لا، أنا لم أقل كلاما عاما، أنا أفتيت للأخ فلان اللي ظروفه كذا وكذا. يسألني واحد تاني ما حكم الحج؟ أقول له كان معك، يقول لي 2000 3000 10,000 قيمه زائد عن مالك وحاجاتك، نعم وجب عليك الحج. ده الفقه. انما الناس طبعا خاصة الشباب، عشان كده انا بقول للشباب الكلام ده وبعيده تاني، بيفهموا هذا الامر بشكل خاص. في فقه اسمه فقه التنزيل، وفي فقه اسمه فقه المناط. فقه التنزيل يعني انا باخد الحكم الشرعي اللي من اصول الفقه واروح منزله على الحالة اللي قدامي. وفي فقه اسمه فقه المناط، يعني هو واجب بس بمن ينوط الواجب، يعني مين اللي ملتزم بتنفيذه؟ يلتزم القادر لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يلتزم البالغ العاقل لأن الواجبات كلها على البالغ العاقل، يلتزم بها من تحققت فيه شروط التكليف، العقل مدار التكليف. فلو واحد مجنون لا يمكن ان انا اكلمه. هذا اسمه فقه المناط، بمن ينوط الحكم الشرعي. صعبة دي شوية ولا سهلة؟ ربنا يعينك ان شاء الله. يبقى انا باكد على هذا الكلام، ثم الصعبة مش هترجمها يعني خالص، يعني حاول تقربها ان شاء الله. هذا سمير سبنا ومشي خلاص. سمير سبنا. احنا لا نكلف، يعني هذا امر مستحب، اذا جه ما جاش ما جاش، اذا يعرف كمان يعرف على احنا اكيد. طيب براحتك. انت سمعت اللي انا قلته ولا كنت مشغول؟ طب انا اسفين على الاسماء، يعني برضه هأكد تاني ليك سريع يا سمير، سريع. الحكم الشرعي من الأصول الفقه بنحكم على الأشياء حكم عام، هذا واجب هذا حرام هذا مستحب هذا كذا، ولكن الفتوى تختلف من شخص لشخص من زمان لزمان حسب القدرة والاستطاعة والتكليف والعقل والأمور كل هذه، ولابد ان انا اعمل حاجة اسمها تسهيل الحكم على الشخص او من يموت به الحكم الشرعي. ده كلام طبعا مهم لشبابنا دول، لانه ده اللي احنا بنعاني منه في هذه الايام من عدم فهم الاسلام فهما صحيحا. والشيء الواجب والحرام ده بيكون فيه امر بالمعروف ونهي عن المنكر، ده مهم جدا.
الشيء الواجب والحرام ده اللي احنا لازم نعمل فيه امر بالمعروف ونهي عن المنكر. وانا ليه بقول الكلام ده؟ لان احنا ساعات بنأمر بالمعروف في غير موضعه وننهى عن المنكر في غير موضعه. فاحنا اتفقنا انه الواجب والحرام نبحث اولا عن الشروط التي تجعله واجب في حق هذا الشخص. فإن كان واجبا في حقه ولم يفعل، إن كان الأمر واجبا في حقه ولم يفعل نأمره بالمعروف. شوفوا ديت. لكن إذا كان مش واجب في حقه، يعني عيل بيلعب قدام باب الجامع والناس بتصلي، أنا مانيش إن أنا أنهره وأضربه وأقول له تصلي، هذا طفل. لكن لو رجل مسلم كبير بيلعب قدام باب الجامع واحنا بنصلي، لابد واحد يقول له يا اخي انت مسلم اتق الله، انت ما ينفع تقف بره اثناء الصلاه، ادخل صلي، لان الصلاه واجبه، لان الصلاه واجب. اذا قال لك انا مجنون قول له امشي بكم انا اسف. اذا قال لك يعني اذا قال لك لا ده انا اصلا جنون قول له طب روح اصلكم. إذا قال لك مش عارف يعني إذا لم تتوفر فيه الشروط. الحرام نفس الحكاية. الحرام واحد بيعمل حرام ويجاهد به، أنا لازم أنهاه عن المنكر، أقول له ما تفعل هذا حرام، ما تفعل هذا، إلا إذا كان عنده ضرورة. طيب أنا لازم أعرف، لو واحد يسألني الخمر حرام أقول له أين أنت الآن؟ يقول أنا في الصحراء وانقطعت بي الطرق ولا أجد ولا إنسان وحمود. ماذا أقول له؟ الخمر في الرجل ولا جيد؟ هقول له إيه؟ جيد. شوف واحد قاعد بقى تحت في الديسكو ويقول لي الخمر حلال ولا حرام؟ هقول له إيه؟ هقول له ليه؟ لأنه اختلفت الأمر. فلو لقيت واحد قاعد في الصحراء وانا في الطيارة كده وبيشرب خمرة ما ينفعش انهاء عن المنكر، ما ينفعش. لانه اما اذا لقيت واحد في وضعه الطبيعي جدا بيعمل المنكرات فانا انهاه عن المنكر. لازم انهاه، ده لازم انهاه. لكن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون لمن خالف معروفا او فعل حراما. عشان كده احنا لازم نعرف ايه هو الحرام وهل توفرت شروطه ولا لا، ولازم نعرف ايه هو الحلال المفروض وهل توفرت شروطه ولا لا، علشان نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. لكن المكروه والمستحب ده مفهومش امر بالمعروف ونهي عن المنكر، مفهومش. لانه ايه هو المستحب؟ المستحب تعريفه اذا فعلته يعطيك الله اجرا، واذا لم تفعله لا يعطيك الله سيئة. يعني اذا كان ربنا اصلا لو انت فته مش هيعمل لك حاجه. طيب والمكروه ايه هو؟ شيء يكرهه الله، اذا فعلته لا يعطيك الله سيئة، لكن اذا تركته في سبيل الله لان الله يكرهه تأخذ عليه حسنات. إذا الموضوع ده تغيرش، يعني تحط تقدر تعملوه أو ما تعملوه. لو أنت محتاج حسنات اعمله، اعمل المستحب. لو أنت خايف لو أنت محتاج حسنات ابعد عن المكروه. فلو أنت عملت المستحب هتاخد حسنات، لو ما عملتوش هتيجي يوم القيامة فقير مسكين. لو عملت المكروه هتاخد سيئات، مش هتاخد سيئات
بس هيفوتك حسنات كتيرة. طيب لأن الموضوع ده ما هو بقى ليش أو في أخوة يعني إن هو واحد بيأدي الزكاة أوكي مع فلوس بيدفع الزكاة لكن ما بيدفع الصدقة. الزكاة فلوس. طب الصدقة مش ضمن بيدفع. فإذا هو ذكر السفير يظهر بس زكاة بتسلم هذا مش ضمن فرايدة هو حر. ذكر هتمشي الزكاة الثاني مش ايش امر المعروف ونهي عن المنكر ما اضربون ايه مش الشبيبة بالثالث كان ايش امر المعروف ونهي عن المنكر مرة ايه واحد ما بيعملش الشبيبة هو عمل الزكاة الهب زكاة جماعة اوكي هذا الهب مش شبيبة جماعة كان ايش امر المعروف ونهي عن المنكر هذا راتب نصيحة لا نصيحة أقول يا أخي بيتا بنتي تسكي ده أفضل. وبعدين أقولها وأنا ببتسم وأقولها وأنا ليبة وأقولها وأنا لطيف جدا وأقولها بالحكمة. ليه؟ لأن أنا فرنسيش أنا أحب أخي شليبة بوبر علشان كده أنا عايزه برافيكي مش إيش ليبة بكم لو سمحت ده نصيحة. لكن أمر معروف ونهي عن منكر إذا هد أكثر بيمكن قال إيش مش ليبة مش متلخم معايا بكرة بس مش مبوظم ده بس مسلم ما تديبك مش بس نهي عن منكر. فهمنا دي واضحة جدا. يبقى أنا عندي الأحكام الفقهية. اتفضل والله شرفت عليكم السلام. وهذا القدر يكفي ان شاء الله. انا اود الشباب يفهموا هذا المعنى ان انا عندي امر معروف ونهي عنه. شكرا يا عم سلام. وعندي مكروه ومستحب. او انتوا بتعرفوا الشباب في اول ابتدائهم كده بيعملوا مشكلة كبيرة قوي على امر هو اصلا ايه مستحب يعني امر مستحب يعني. اذا واحد يقول له انت كذب انت ما بتصليش قيام الليل يا اخي هو ما بيصليش قيام الليل حسناته هتقل انما مش كافر يعني انما مش مسلم يعني لا انت ما بتصليش قيام الليل ده انت ويعني ويعتبر هذا الأمر عند أبيه يعني أمه بتلبس فستان أخضر ما بتلبسوش أسود. فإذا ما لبستوش أسود تبقى هي متخلفة مخالفة الإسلام مخالفة الدين واللي عاملها معاملة النهي عن المنكر. وده طبعا فاهم خطأ شديد جدا. وبرضه اللبس اللي بيحصل طبعا أنا ممكن أنصح يعني لما أشوف واحدة لابسة كده لبس مظهر قوي كده والناس كلها هتلتفت بس للأولاد فدي أقول لها نصيحة لكن مش نهي عن منكر لأن هي مش عاملة منكر هي عاملة حاجة إيه لائقة غير لائقة. في فرق بين حاجة لائقة وغير لائقة يعني حاجة ما يصحش وحاجة إيه يصح. إنما في كلام ما فيها حلال ولا حرام فيها إيه أحسن وأحسن منه يعني اللي هو المكروه والمستحب. وفي حاجة اسمها مباحة. المباح تاكل مباح تشرب تتفتح ترقص حتى ترقص لكن هو أي مباح. أقول لي واحد يقول لي بشكل عام كده الأكل حلال ولا حرام يا شيخ؟ بشكل عام عايز حكم من واحد بتاع أصول فقه الأكل حلال. الشيخ قال من الأكل حلال يقول لا أنا ما قلتلكش ليك أنت أنا بقول لكل العالم في الأرض الأكل حرام حلال لكن أنت عايز فتوى ولا عايز حكم؟ أنا عايز أحفظكم الكلام ده الفقه احفظوه ده فقه. الحكم
غير الفتوى، الحكم غير الفتوى. انا لما كنت بتكلم عن احكام الاسلام غير الفتوى للمسلمين، وده لازم يبين لعموم الناس، يعني الاخوة اللي بيطلعوا من فضائياتهم العلماء والمتحدثين بيتكلموا عن ايه؟ بيتكلموا عن احكام، بيتكلموا عن حكم الجهاد، حكم الصلاة، حكم الصيام، حكم الزكاة. مفتوح المكتب مفتوح فده اسمه ايه؟ اسمه الحكم الشرعي. لكن ننزل على الفتاوى، الفتاوى مختلفة. الفتاوى من شخص لشخص، من زمن لزمن تختلف تماما. فاختار واحد كده معدي قدام الصحابة، يعني زي منكم كده، شوف كده الحاج ابو خالد كده ما شاء الله، العضلات المقتولة. الشباب قالوا ايه؟ لو ان الشاب ده يقاتل معنا في سبيل الله، يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم وهم بيصرفوا لغزوه، هاتولنا الشاب ابراهيم الحلو ده ولا عبد الرحمن ده يلعب الحاجه كله كده، هاتولنا الشباب دي ابو خالد يعني. فهاتوا الناس دي. فطبعا النبي صلى الله عليه وسلم كأن الصحابه بينكروا عليه، انكروا انت ليش عندك عضلات وعندك قوه ما بتجيش معانا للجهاد؟ نحكم بقى ان انت انسان متخلف عن الجهاد. الفتوى شيء، الجهاد ده واجب على الجميع عند الملمات والحروب. لكن تعالى نحن الفقه الايه بقى يا عبد الرحمن؟ التنزيل وفقه الايه؟ المناط. هل ينص حكم الجهاد على هذا الشخص؟ فراح النبي قال للصحابه ايه؟ لو انه يجري على ابوين كبيرين ليطعمهما ويضرهما فهو في سبيل الله، ولو انه يسعى لأبناء له يكفهما عن المطلب الحرام فهو في سبيل الله. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم استثنى هذا الرجل وأن ما وجب عليه الجهاد في حال إذا كان عنده أبوين كبيرين بيسعى لهم ما يقدرش يتركهم، فيقول له لا أنت ما عليك جهاد، أنت تقعد مع أمك وأبوك. واحد عنده أطفال ما لهمش راعي إلا هو، ما لهمش أكل ولا شرب ولا رعاية وأطفال صغار، لو أنت ليس عليك جهاد. يقول واحد تاني الشيخ قال لي ما عليكش جهاد، يقول أنت مقطوع ولا متجوز ولا مخلف ولا عندك عيال ومعاك فلوس ومعاك سلاح ومعاك كل شيء، ليش ما عليكش جهاد؟ الشيخ قال لا أنا ما قلتلكش أنت. يبقى في فرق بين الحكم العام وبين الفتوى الخاصة، مهمة جدا جدا جدا. وفي فرق بين حكم عام واجب التنفيذ وبين مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية يعطل هذا الحكم، يعطله، يعني ما نقدرش ننفذ الحكم. ليه؟ لأن مقاصد الشريعة لم تتحقق الآن بس في هذه الظروف، زي يوم ما حصلت المجاعة للمسلمين في حكم السارق يقطعوا أيديهم، صح؟ راح سيدنا عمر بن الخطاب قال لا أو كيف حد السارق اللي هيسرق مش هنقطع ايده في هذه الأيام، أيام أمه يعني. ليش؟ قال لك لأنه لا يمكن. ليه؟ لأنه الدولة عمت جموع المسلمين، الكل جائع، الكل جائع، الكل مضطر لأن يأخذ ليأكل ليعيش، والحفاظ على النفس من مقاصد الشريعة الإسلامية، وإلا الناس تحرك لو منعناهم من هذا. فإحنا هنعمل أوجه سوء الناس لحد ما نفكر في غنى الناس وتوفير إيه؟ الطعام لهم والأمان لهم. طبعا قال إيه؟ مقصد من مقاصد الشريعة. وقلنا امبارح مثال الإمام ابن عباس شاف واحد بيسأله بيقول له هل على القاتل من توبة؟ قال له لا. قال له يقتل ممكن يتوب وربنا يتوب عليه؟ قال له لا. وبعد كم يوم في مسجد آخر واحد قال له هل على القاتل من توبة؟ قال له طبعا اللي يقتل ويتوب ربنا يتوب عليه. قال له لا ابن عباس انت لسه فاكر واحد من كام يوم انه اللي كان يقتل ويتوب ربنا ما يقبلش. قال له لا اختلاف. الشخص الأول
كان دايما في عينيهم من سؤاله اللي جاي مخصوص يسأل قبل ما يقتل. هو عايز يقتل واحد بس يسأل لو قتله يتوب ربنا يقبل ولا لا؟ فانا قلت له لا، حفاظا على النفس اللي عايز يقتلها. يبقى مقاصد الشريعة الحفاظ على النفس والمال والعلم، لكن التاني ده كان قتل خلاص من زمان وعايز يتوب عن فعله فعلها، فده قلت له يجوز. عشان كده مش انا وانت اللي نصدر الفتاوى دي، الفتاوى يصدرها العالم الواعي الدارس القارئ. عشان كده علمونا ان كلمة حرام وحلال دي صعبة جدا. اوعى تقول حرام، احنا كده حرام، اوعى تقول دي حرام حاجة يمكن ربنا احلها وانت بتقول حرام، ولا واحد يقول حلال ولا من مسموح، انت تقول المشكلة ربنا سبحانه وتعالى حرمه. طب واحد يقول واحد حلال تعمل، هي حلال لعبد الملك لكن مش حلال لخالد، فمش انت اللي تقول لخالد حلال ولا حرام. كل واحد له ظروفه وله ملابساته وله مش بسهولة كده واحد ياخد الفتوى ويروح زي بعض المشايخ يقول لك هو الجواز الثاني حلال ولا حرام؟ الجواز الثاني يعني الجواز الثاني في الإسلام زي الفل. الزواج أصلا من 4 مباح بشكل عام، لكن تعالى الواحد متجوز ومراته ست محترمة جدا موفرة له كل شيء وعندها 5-6 أطفال وجاي يقول أنا هتجوز الزوجة الثانية. يقول له طب اسأل الزوجة الأولى هل تضر بزواجك ولا تقول الحمد لله بداية؟ اسألها الأول. فتقول لك لا أنا اتجوزته على إنه ما يبقاش ليا شريك وأنا ما أقدرش أتحمل نفس وقت الروح والعيال مين يربيهم وهو يروح يعمل إشباط ومتعة ومين يعمل لنا إشباط ومتعة، هاخد نص راجل ونص وقت ونص طول، لا ده بالنسبة لي ضرر. نقول له يا أخي زوجتك كده لو طلبت الطلاق من حقها تطلق، هتهد بيت وتيجي بيت جديد. نقول له الجواز الثاني بالنسبة لك مفروض إن هو يكون مش على بالك يعني، وإذا أضريت لهذا البيت تحمل مسؤوليتك يوم القيامة مما تتفعل من ظلم للزوجة الأولى والأولاد. يبقى أنت راح تظلم. أقول له لا الزواج الثاني ظلم، مش تقول لي سنة، أقول لك ظلم الزواج الثاني لأن أنت اعدلوا وأن لن تعدلوا ولو حرصت.